أنا اسمي يوسف من سكان هذه المنطقة. الساعة تقريبا 10 ونص صارت أكتر من دبة، يمكن ثلاث يا دبتين ورا بعض، وكل الإقزاز اللي في المنطقة تضرروا، وكتير من الناس شردوا كلهم صاروا يجروا على القصف. وما كانش يعني هذه دار ايتام، يعني ما فيش ولا اي خطر. وطلع مخبز الناس كانوا يشتري فيه خبز، يعني تقريبا هذا بس مخبزين كان في كل دير البلح فاتح، هذا منهم لانه كانت توصلوا مساعدات. ما كانش في ولا اي اشي ممكن خطر او يضرر عليهم، بس هيك هم على مزاجهم قصفوها. تقريبا على الساعة 10 في الليل كلهم صاروا يطلعوا يشردوا، احنا قزازنا تكسر، قزاز بيتنا، اخواني الاطفال قعدوا يعيطوا وخافوا، وقعدنا نكلم دار سيدي ونقولهم اللي صار. ويعني الحين هلا لو بدهم يعملوا كل غزة دور ايتام مش راح تكفي، لانه غزة كلها اللي فقد كل عيلته، يعني مش عارف ايش اقول والله. يعني الحين عنا احنا في غزة، الشهيد لما يموت بقدرش يشفع على 70 من أهله، لأنه 70 كلهم بيكونوا شهداء. كانوا مخليين الحمد لله، ما كانش فيه ولا أي خطر الحمد لله، فيش إصابات ولا إشي ولا شهداء ولا أي إشي الحمد لله. الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. طيب والعدو إيش بيعمل فينا بدون أي سابق إنذار وإحنا أبرياء؟ نعرف هو بيستهدف المواطنين الأبرياء، بيستهدف المدنيين، لأنه مش قادر يستهدف العناصر الكبار من القسام، بطلع حرارته هيك فينا، بعصب علينا هيك، بطلع غله فينا. بس احنا الحمد لله راضيين الحمد لله، هينا عايشين، بناكل احلى اكل وبنشرب احلى شرب. طيب إيش رسالتك للعالم؟ انه يشوفوا ايش بصير في غزة ويساعدونا بس.